سلام سلام البنات، مرحبا بكم كامل. ان شاء الله تكونوا بخير وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. اليوم حبيت نشارك معكم واحد الموضوع اللي يعانوا منه كثير من الامهات، اللي هو كيفاش نراجع لولادي بدون توتر بدون تعصب. بصح قبل ما نبدا المراجعه لازم نهيئ الجوليه ولولادي اللي نحبوه. ان شاء الله تستمتعوا بهذا الروتين اللي راح نشاركه معكم. وهنا البنات كيما راكم تشوفوا حطيت العجينات تخمار تاع السفنج. قلت ندير السفنج. هنايا كانت القايله البنات وقت القيلوله كيما نقولوا، بصح انا ما روحتش تكيت، عاودت قلت هيا نطيب لهم شويه سفنج. كان ولدي ساخف عليه وقلت علاه ما نديرش هذيك القعده الخفيفه والبسيطه في الحوش مع الجو كان يهبل البنات. قلت نتجمعوا على الطاوله، وعلاه لا ونضرب عصفورين بعجر واحد. السفنجي راهي كيما نقول يخمر، وانايا نروح نوجد هذيك القعده الخفيفه. قبل كنت نراجع معاهم وانا معصبه الراس، العشاء يستنى فيا. هذه نعسانة، مش فايقة معايا، وهذاك في عالم آخر، اللي بيبي نتاعي تبكي وانا ينصرخ. بصح من بعد ما فهمت بلي حاجة بلي راها المراجعة تبدا من قبل ما يجوا الولاد. يلو كان بنص ساعة البنات تكوني وجدتي روحك وهيئتي نفسك على انك باش تستقبليهم وتبداي معهم المراجعه نتاع. سقستني واحده من المتتبعات في الفيديو اللي فات، واللي عندها اكثر من واحد. انا راح نقول لك البنات، اول حاجه كي يكون الجو منظم، الام تكون مرتاحه بالطبع. على قد ما راح تسيطر على وقتك راح تلقاي روحك. بالنسبه لي انا عندي مستوى نتاع الابتدائي ومستوى نتاع المتوسط، يعني ما تجملوش مع بعضهم او ما تلاقوليش مع بعضهم. البنات انا يا دركا بنتي تقريبا هي اللي مديه اكثر الوقت، هي اللي مدي المراجعه، وهي اللي مدي التركيز نتاعي اكثر من ولدي لانه علاه اول حاجه راه كبير. ثاني حاجه تعلم انه يبدا يراجع وحده. يعني كلي انا غير راح نوقف عليه، راح نسيره، راح ننبهه. كي ما يفهمش حاجه ولا حاجه يجي يقول لي ماما عاونيني في هذه، وهي ماشيه. البنات انا ما نكذبش عليكم، هي عندها الوقت نتاع المراجعه نتاعو، وهو على حسبه هو طبعا اذا كان محتاجني ولا لا. وتبان لي انه لو كان كيعودوا في المستوى واحد كيما نقول الابتدائي، تقدري تحطي لهم طابله واحده. وشي لازم تكوني انتي مهيئه نفسك، برك تكوني مهيئه نفسك وموجده روحك باش تعطي كل واحد حقه. شوفوا لي السفنج نتاعي كيفاش الله منفخ عليه. والسر البنات نتاعو باش يجيكم كيما هكذا، عاودوا له الخمور تاعو شحال من مره. انا مثلا تقريبا قريب 4 مرات وانايا نعاود له في الخمور تاعو باش جاني كيما هكا. يجيكم منفخ مقرمش، ما يشربش الزيت. جربوه بهذه الطريقه وان شاء الله تنجح لكم. المهم البنات هنايا نكمل السفنج نتاعي ونشربو لاتاي تاعنا، نروحو نقعدو هذيك القعده اللي الله نتجمعوا عليها. اللهم دمها نعمه واحفظها من الزوال. من بعدها البنات راح تبدا بنتي في حل الواجبات، هي غير تكمل تاكل ولا هذاك هو تكون ريحت هذيك النص ساعه ولا الساعه وحاجه، على حسب. وتبدا تحل الواجبات نتاعها. ساعات انا نعاونها، اذا كانت عندها غير كتاب الدروس، يعني ما كانش الواجبات اللي تعطي من سيداتها، راح نخليها هي تكتب دروسها وانا نروح لهذيك الكوزينه نشوف لمها. كان عشاتي طايبها وباين طايب، لا مش طايب راح ندير حاجه خفيفه باينه في الوقت اللي هي راح تكون تحل فيه الواجبات نتاعها. من بعدها البنات راح نقعد انا وياها. انا نشدها الحق غير من تخرج نشدها، خاطرش البنات هي تنعس في الليل. انا
كي تنعس هي في الليل نحسها ما تستوعب، ما هي تفهم في الدرس اللي راني نقولها فيه. فنشدها البنات نبداو اول حاجه نفهمها في الدرس اللي مثلا اللي دارته في هذاك النهار، ونحلوا عليه التمارينات. اما ومن بعدها هاي تكمل تحفظ ولا تشوف كيفاه ولا تريح على حسب واش عندها من المواد. ومن بعدها البنات في الليل اللي باش ندير لها تحضير درس ولا تلقي الدرس، كما قلت لكم انه تحضير الدرس ولا تلقي الدرس غير في مادة العربية والرياضيات، وما يديليش وقت طويل ياسر، وهكذا نكون تهنيت منها البنات. شاركت معكم كيفاش فوت نهاري، ولا بالاخص اني كيف فوت العشيه نتاعي في بين البيت ومراجعه الاولاد. هاتي شويه لصاحبك. روحي بعدا على صاحبك. هات لي بابي. حنو روحي. نديروا له وحده. روحي حنو. حنو روحي تيتي. حنو منا. حنو. انت كسيتي. جاتني كسيتي. ماما عايزة سولة. هذا هو. ماما بليز. هو ما يشربش بالعصرين. ها هاي تساعك انت. عادي قولي راح. اليوم تبينيش وجهك كلبة. صلحي ايدك كيما قلت لك سيدات تقريقلي ايدك مش طايق. الأم الهادئة تقدر تغير كل شيء في البيت، ماشي لازم نكون أم مثالية، المهم نكون أم صبورة حنونة مع نفسي قبل أولاد. والله والله راحة الأم راح تساوي راحة البيت كاملة. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.